انا خايف عليكم. اه والله العظيم خايف عليكم. امبارح انا عملت فيديو واتكلمت فيه على حكاية ان غلط ان احنا نسيب ان ايران تتساب وهي عندها اليورانيوم المخصب ده، لانها ممكن تستعمله في انها تنتج الديرتي بامب اللي هي القنبلة الوسخة، اللي هي ممكن ما تعملش تدميرات للطبيعة، ولكن بتموت البني آدمين، أو على الأقل بتعمل إشعاعات تصيبهم بالأمراض الدائمة وتنتهي، والجلدية وغيره، وعقم وما إلى ذلك. يعني هي بتقتل أساسا. للبعيد أوي 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 نسبة الإشعاع بتوصل له ضعيفة، طبعا تأثيرها بيبقى أقل. مصر مش بعيدة على فكرة. طبعا العريش اعتبرها انها اسرائيل، ده غير ان تلت اسرائيل من الجماعة بتوع عرب 48 دول، يعني مسلمين وعرب هيموتوا برضه. بس anyway، خلينا نبدأ الموضوع من اوله. طول عمري ما اؤمنش بحكاية الطالع والابراج واقرا الحظ والبتاع والكلام ده، وبعتبر ان ده كلام فاضي بصراحة وتهريج. ليه؟ يعني دايما بحسبها انا بالحساب. يعني هم كلهم 10 12 برج، عندنا 8 مليار بني آدم. يعني مثلا بنتكلم على ان كل 800 مليون بيشتركوا في برج واحد، فصعب جدا جدا ان 800 مليون واحد في العالم هيكون حظهم زي بعض. انا دايما كنت بفكر فيها بالطريقة دي. النقطة التانية، حكاية العملات والسحر والكلام ده، عمري ما ليا فيه ولا اؤمن بيه، لسبب بسيط جدا جدا. كان يخلي اي حد ياخد اي حاجة ويعمل اي حاجة. يعني انا واحد زي حالاتي، كان ممكن مثلا اعمل عمل لنجلاء فتحي تموت في دباديبي. هي دي كانت البت بتاعتي، يعني كانت حلمي كله هو نجلاء فتحي. كان ممكن ببساطة، يعني بقرشين، بمرتب شهر اتنين وات ايفر، اعمل عمل اخلي نجلاء فتحي تيجي تقول لي خذني في حنانك خذني. اللي طالع اليومين دول بقى ليلى عبد اللطيف ومش عارف مين الجدع اللبناني اياه ده والحاجات دي. العالم دول مش عاطين الدنيا خالص. وزي ما بقول لك، انا ما زلت مهما قيل لا اؤمن اطلاقا بكلام فاضي. لانك انت لو بتعرف الكلام ده، انت كنت ممكن تسيطر على العالم كله. كان ممكن نخلي بلد، اي واحد يخلي بلده دي احسن دولة في الدنيا. كان ممكن اجيب ترامب مثلا من بيوضه وعلقه على باب زويلة في مصر. المهم علينا. فالعالم دول قالوا كلام، شوية كلام فاضي. من ضمن الكلام الفاضي اللي قالوا لك ان العالم هيتعرض لكارثة اشعاع، مش هينجى منها حد، ولو نجا اللي هينجى منها هيدا انه قاعد في البيت مش هيقدر يخرج بره. كلام كده صعب بيقولوه. فبعد ما عملت الفيديو امبارح قلت الله، انت عمال تتكلم على ان ايران هتتساب فهتقوم تعمل قلق. طب وايه اللي عرفك انها مش عاملاها اوريدي؟ اللي هي القنبله، اللي هي الرؤوس اللي هي بتحمل اليورانيوم المخصب 60% دي، وده كافي جدا انه يعمل البلاوي اللي احنا عايزينها. الصواريخ عندها واليورانيوم عندها. يعني ليه هي مستنيه تعمل؟ طب ما ممكن تكون عاملاها اوريدي. يقوم يحصل ايه عشان الحظ الزفت؟ يطلع واحد منهم النهارده من الجماعه اللي هم معاتيه الدين دول، يقول لك لو حصل حرب برية على إيران لن يبقى في إسرائيل بني آدم حي. لن يبقى شخص واحد حي في إسرائيل. آه اعتمادا على ان انا عارف الفكر ده عامل ازاي، وقد ايه هو فكر سفاح ودموي، وقد ايه
ان هو يا انا يا ما فيش عالم من بعدي. هم كده هم كده طول عمرهم. يعني بتوع حماس بقى عمالين اسرائيل عماله تضرب وتدمر وتدمر يا حماس، الحيه ومش الحيه وخليل الحيه رايح مصر جاي في مصر، وكل شويه وبعد ما نقول خلاص يروحوا عاملين مش عارف، يتاكدوا لحد ما يتاكدوا إن اسرائيل دمرتها تماما، مبقاش فيها مبنى واقف على نفسه على زي ما هو. وبعدين في الاخر بقى ايه، ما برضه مش سلموا، لا ده ما سلموش لسه، ده احنا لسه هندخل في موضوعهم بعد موضوع ايران ده. فده نفس الفكر الديني بعيد عنك. ولو حصل الفكر الديني ده، اديني سبب واحد فقط يخلي العالم يبقي على الدين الاسلامي ده اساسا. يعني عندك قضية ازدراء اديان في مصر، احتمال الامم المتحدة تعمل قضية اعتناق اديان. بصراحة لو حصل كده على اساس ديني، يبقى الدين ده غلط، يبقى الدين ده لازم يتحارب. ما هو كده. طب هل هيحصل؟ انا خدت كلام الراجل ده عن محمل الجد، ما بقولكش بقى ان العرافين قالوا وهيحصل ومش هيحصل، بس انا ما تخيلتش ان ده موجود وان ده هيحصل. والراجل قالها، قال لك لو حصل اجتياح بري لن يبقى في اسرائيل شخص على قيد الحياة. هتقول لي ما هو المشكلة انهم بيبعتوا الصواريخ بتاعتهم، والصواريخ بتوصل وكل حاجة بيكسروها انشطارية. طب ما هو دي مصيبة في حد ذاتها. ما هو انت هتنشطر وبتنزل على مسافة عشرات انت تعرف لو تنزل زي ما هي من غير ما يصطادوها خالص هتدمر في المكان اللي نزلت فيه بس. انما ده بتنشطر يعني عشرات الكيلومترات حواليها، يعني الاشعاع هينتشر في الدنيا كلها. الهواء ينقله، يروح يمين يروح شمال، ما نعرفش بقى. الأردن هتروح في السك، لبنان تروح في السك، سوريا تروح في السك، رفح يعني بيننا وبينهم سينا شوية عازلة شوية، لكن عندك رفح والعريش هتروح في السك. طب ده يا جدعان كلام؟ ده فكر الناس أساسا تعتنقه؟ ده فكر الناس تأيده؟ البعر، وما زلت بقول البعر اللي في مصر اللي بيأيدوا إيران ويأيدوا الحكم في إيران على اعتماد على أنها بتدافع عن نفسها، ده دفاع يا جدعان؟ أنت شفتهم ضربوا؟ قال لا، ما كأنك ضربته، ما هو بيقول أهو، ده بيقول لك لن يبقى شخص حي في إيران في إسرائيل. مش عارف، خايف على الناس بتوعي في مصر. ما هو يا جدعان شوية هوا، لو الهوا بقت من الشرق رايح على الغرب جه على مصر، لو من الغرب راح الشرق جه على سوريا، لو من... مش عارف اقول لك ايه هيحصل بالنسبة للفكر ده. انا متأكد انهم لا يمكن يمشوا الا ويسيبوا ناس حية بقى. مش مهم العالم كله يموت، لو احنا هنموت يبقى كله يموت. هل هم عندهم استعداد ان بلدهم ناس بتوع بلدهم يعيشوا التانيين؟ لا، هم يموتوا يبقى كله يموت. للأسف هو ده الفكر. انا من ساعتها وانا عايش في رب، والله العظيم متأكد من ساعة ما سمعت الراجل ده اللي كان عامل مؤتمر الفيديو كونفرنس ده مع الجماعة بتوعه بيقول الكلمتين دول. رعب. احنا رايحين فين؟ معرفش. البترول النهاردة اترفع $12 البرميل. ايه اللي بيحصل؟ مش عارف. يعني بصراحة مش عارف. لو بإيدي الأمر والله العظيم هجيبهم مش هعلقهم كلهم،
بتوع ايران بتوع الدين دول. ربنا يستر.